بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة بقى هنعمل تفريز الثوم بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم وكلكم هتعملوها بأقل حاجة، وكلها من حاجات من البيت، وهعلمك ازاي تحفظيها من السنة للسنة، وهعرفك كمان ايه المادة الحافظة اللي تحفظها لونها ما يغيرش ولا ريحتها ولا طعمها، وما يعملش معاكي كمان ريحة في التلاجة. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا لي في القناة وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، ويا ريت يا جماعة المتابعة على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. يلا نسمي الله ونبدأ بالوصفة بتاعتنا. معايا دول 5 كيلو من الثوم زي ما انتوا شايفين كده، انا مفصصاه. هوريكي دلوقتي واحدة بتشيلي القمع اللي من فوق دوت، وبتقشري القشرة الخارجية دي. طبعا التوم معانا ولا بيتغسل ولا بتيجي عليه ولا نقطة مية، وتبتدي بقى ايه تفصصيه، ولا بتقشريه ولا اي حاجة. لو في الراس السودا اللي من قدام دي بتشيليها، وبتبتدي بقى تفصصي كده. حتى بيبقى فيه كفر كده ما بين كل الفصوص، هو الكفر الوحيد اللي بنشيله الخارجي، الباقي كله بنحطه زي ما انت شايفة كده. بتطلع بقى معانا عظمة في النص، احنا بنفصصه عشان العظمة دي اهي، دي لازم تتشيل. وبتكملي تفصيص كده. دول 5 كيلو كلهم فصصناه. معاكي كبة بقى، مفيش كبة بالمفرمة، عبي الكبة بتاعتك بالشكل دوت. امليها كده لحد السكينة الأخيرة اللي فوق دي. تالي بقى هنحط عليها 5 معالق من الملح، كل كبة هنحط عليها 5 معالق من الملح اهوت. هنحط ايه الاول بقى؟ هنضربهم، احنا لسه هنحط حاجات تانية. افرميهم كده لحد ما يتكسر معاكي. بس اتكسر معانا بس اهوت كده. نحطه 1 2 3 3 معالق من الخل، عليهم 3 معالق من الزيت. 1 2 3، عليهم معلقتين من السكر. يعني كل كيلو من الثوم عليه 5 معالق ملح، 3 معالق زيت، 3 معالق خل، معلقتين سكر. وافرميهم بقى بالكبة فرم ناعم. طب ايه فايدة الخل والسكر والملح والكلام ده كله؟ كل دي مادة حافظة، ما بتغيرش لونها وما بتخليهاش تتجمد كمان في التلاجة او في الفريزر اهو. وبيفضل محتفظ معاكي من السنة للسنة، ما بيغمقش ولا يخضر معاكي اهو. بصوا فرمناه اهو فرم ناعم. معاكي طبق بقى، كروانة، بولة، اي حاجة انزلي بيها بالكمية اهو. بصوا يا جماعة مفروم ازاي، الكبة نعمته قوي وفرمته، والخل خلى لونه ابيض فاتح. الخل والملح والسكر والزيت دي مادة حافظة ليه، مادة حافظة طبيعية اهوت. بصوا هعمل معاكم كبة كمان، امليها. برضو 5 معالق اهو، 2 3 4 5 ملح. نكسرهم كده في الكبة
1 2 3 خل و3 زيت. 1 2 3. امشي على المقادير مظبوط عشان ما يعملش معاكي ريحة جامدة او الخل او السكر او الملح يكتر فيغير طعم الاكل معاكي. هي دي المقادير المظبوطة بالظبط عشان يطلع معاكي توم ناجح. احفظيه بقى من السنة للسنة، من كل سنتين اعمليه براحتك خالص، هيعيش معاكي. اهم حاجة تغلفيه كويس وتحطيه في الفريزر. اهو بصوا برضو فرمناها فرم ناعم اهيت بالشكل دوت. برضو هننزله. انا وريتكم كده كبتين كده وخلصت كل الكمية وهنعبيها بقى. عندك العلب اللي زي دي في براطيم في اكياس براحتك خالص، بس العلب دي محكمة الغلق وحلوة. امليها كده. او بصوا ناعم ازاي بيوريه كده، وخطير يا جماعة وتحفة، وجربوه على طريقتي هتعجبكم قوي. اهو خلصناه وهنعبي بقى الكمية كلها. انا ال5 كيلو عملوا لي 10 علب اهو. كل علبة فيها حوالي، يعني لو وزناه بالمادة الحافظة بتاعته في كل حاجة، بقولك حطي اللايك بقى، هتعمل حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع العلبة الواحدة. هيطلع لك كمية حلوة محترمة وجميلة، وهتستخدميه في كل اكلاتك وبألف هنا وشفا على قلبكم وقلبنا. وده الشكل النهائي بتاع الوصفة بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت يا جماعة المتابعة على الفيسبوك على التيك توك على الانستجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.